رغم تعاطف نادي برشلونة مع عثمان ديمبلي ودعمهم له طيلة ال7 سنوات التي قضاها في برشلونة، تحملوه بإصابته ومزاجيته، صبروا عليه واعتبروه جزءا لا يتجزأ منهم. صدمهم وأنكر جميلهم حرفيا. في أول مباراة له ضد فريقه القديم الذي سانده يحتفل بهذه الطريقة المبالغ فيها. نعم، أنت لاعب فرنسي الجنسية، لكن جماهير برشلونة وكل النادي الكتالوني لن ينسى لك هذا حرفيا. فأنت الآن ناكرة للجميل يا عثمان. عثمان ديمبلي سيبقى أسوأ صفقة في تاريخ النادي الكتالوني. نعم، فيليبي كوتينيو سجل ال7 وال8 وصنع هدف لليفا، لكن رفض الاحتفال في تلك المباراة. فأنت يا عثمان تؤكد أنك أسوأ صفقة مرت على برشلونة. أنت مخادع وناكر للجميل. ضيعت الفريق موسم 2019 أمام ليفربول بعد تمريرة ميسي التي لا تنسى، لكن هناك في مباراة العودة في المونجويك كل النادي الكتالوني والجماهير سيقدم كل ما لديهم أمامك لتندم على هذا الاحتفال يا عثمان ديمبلي. ناكر الجميل يستحق أكثر وأكثر، وبرشلونة ستعاقبك في مباراة العودة. سيكون لها دافع قوي لتعزيز الانتصار والتأهل للدور القادم. هنالك في المونجويك ستلعب يا عثمان ديمبلي مباراة صعبة لن تنساها وستخلد في ذاكرتك، لأن كل فعل له ردة فعل، واحتفالك المبالغ فيه أمام النادي الذي ساندك طيلة مواسمك التي ضيعت فيها برشلونة حرفيا. أنت ستبقى حرفيا أسوأ صفقة مرت على نادي برشلونة يا عثمان ديمبلي.